اربع مربعات كانك كده هتلعب زي اكس او. تمام، وتبتدي تعمل بقى ايه اكس او اكس او اكس او وهكذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه، اخباركم؟ يا رب تكونوا في خير. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق جدا. ازاي ناس كتير سالتني نعمل كاربت زي اللي موجود في الحوض ده كده ويعمل الكثافه، وازاي نعرف نزرع الكاربت اصلا واساليب زراعته. فالنهارده انا جاي بقى اشرح لك القصه دي كلها. عايزك تجيب بقى ايه كوبايه قهوه كده ولا كوبايه شاي وتصحصح كده معايا وتعلي الدماغ وتيجي بقى نشوف احنا هنعمل ايه. بس قبل اي حاجه تروح تعمل لنا لايك كده جميل وتكتب لنا الله ينور على اللي احنا بنعمله ده، عشان ده مجهود وبيتعمل. يلا نسمي الله ونصلي ونسلم ونزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبتدي الموضوع باشباه الكربت في اللوتك. معانا نبات الاتش ام، ومعانا نبات الستار جراس، ومعانا نبات الجوبي جراس. دول الثلاث نباتات اللي ينفعوا في اللوتك. النباتات دي هي بنسميهم الكربت الكذاب، لان هم مش كربتات صريحه في الاحواض، ولكن هم اشباه كربت شويه. اسهل واحد فيهم الاتش ام، وبعد كده الستار جراس، وبعد كده الجوبي جراس، وبعد كده الستار جراس. طيب نيجي بقى نخش على النباتات الصريحه بتاعه الميديوم تك والهاي تك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم يكون في عندك غاز زي اللي راكب جوه ده كده، ويكون عندك اضاءه شغاله اكتر من 70 او 60 يوما عشان تعمل لك الكربت اللي انت شايفه بالمنظر ده. طيب نيجي الاول نوع كربت ومشهور جدا، وهو الهير جراس، معشوق الجماهير اهو. بنقسمه بالمنظر ده كده لما تيجي تاخده. طب خلينا دلوقتي نتكلم في موضوع التقسيمات دي بعدين. ومعانا البليكسا جابونيكا، ومعانا الجونكوز ريبنس، الجونكوز ريبنس والبليكسا جابونيكا، معلش اتلخبطت ما بينهم، والمونت كارلو. تمام، ومعانا المارسيليا، ومعانا الجلوستيجما اهي. الجلوستيجما المفروض بتمشي على الارض، بس انا مش عارف هي طولت ليه كده بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف احنا هنزرعهم ازاي، وايه الطريقه اللي هنزرع بيها في الاحواض. ركز معايا بقى في الحته دي. في الحته دي احنا هنزرع الكربيتات بتاعتنا، واوريكم. لازم يبقى معاك جفت، لازم يبقى معاك جفت كبير طويل معدول ويعني يحبذ ان هو يبقى معكوف كده زي ده. طبعا بنجيب بقى ايه حته الاتش ام مثلا، و مثلا انت عندك هنا الجذور اهي، عندك حاجه من الاثنين: يا تاخدها زي ما هي كده وتزرعها وبعد كده تقلمها، يا اما ممكن تقطع منها مثلا كده نصين كده اهو، وتاخدها وتزرعها بالشكل ده. مسكتها بالجفت وتنزل بيها في الحوض، نقول بسم الله اهو، زرعتها بالمنظر ده خلاص، وتسيب. هو النبات بقى بيبتدي يرمي جذوره ويبتدي ينتشر في الحته دي. طيب نطلع الاتش ام ونروح للستار جراس. الستار جراس كده 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 بيجي لك عود زي ده، هتاخده من جدره وتمسكه زي ما احنا اتعلمنا كده اهو، وتروح نازل في المكان وتقوم زرع. النبات ده بيحب الاضاءه وبيحب الحديد ويعشقه بغزاره. ماشي. طيب الجابي جراس نفس الكلام، هناخده اطوال زي دي ونحطها في الجفت زي ده كده اهو، وناخده وننزل بيه بالمنظر ده اهو ونزرعه. خلاص الموضوع سهل جدا. وتقعد بقى ايه ترشق جنب بعض على شكل مربعات. يعني انت مثلا بتتخيل ان انت الحته دي انت هتزرعها، تمام، بتبتدي تقسمها مربعات متساويه، وتبتدي تحط واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، بحيث ان هم لما يجي يمروا الفراغات ما بينهم ويبتدوا يمشي الزرع ما بينهم ويبتدي يعمل الكثافه اللي انت شايفها. دي سر من اسرار ان انت ازاي تزرع الكربت، لازم تعملها على شكل مربعات. تعالى نشرح تاني موضوع المربعات ده. مربع مثلا انت عندك الحوض اهو، عندك الحوض اهو، تمام، بتقسمه خطوط طول وخطوط عرض، اربع مربعات كانك كده هتلعب زي اكس او. تمام، وتبتدي تعمل بقى ايه اكس او اكس او اكس او وهكذا. فهمت؟ هي قصه بسيطه قوي. طيب ده كده احنا خلصنا من اللو تك. نيجي بقى لمعشوق الجماهير
الهير جراس. الهير جراس بتجيبه مثلا، بيجي لك البوت بتقسمه شتلات زي دي كده صغيره، تمام؟ تاخد شتله وتنزل في اول اكس وتحط، وتنزل في تاني اكس وتحط، وبعد كده تالت اكس وتحط، تفضل تعمل بقى ايه شغل المربعات ده وتزرعه. اهو هتاخده كده وتنزل بيه كده اهو، وتعمل نص لفه وتطلع بس وتنزل عليه ايه الجرش بتاعك، نطلعه ونخش نشوف نوع تاني من انواع الكاربت. تعالى البرنس الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، ناخده برضو بالجفت وننزل نزرعه ونسيبه بالمنظر ده، تمام؟ تعالى نشوف اللي بعده. ده من الكربتات الطويلة، ويحبذ ان هو يتزرع في احواض كبيرة وزرعته بتحمر. بص عامل منظر عامل ازاي هنا اهو، بس لسه هيحمر. بتاخده برضه بتعمل له شتلات وتنزل تلعب اكس او، وتنزل تغرزه نص لفة تطلع بس خلاص. فاضل لنا ايه تاني؟ المونte كارلو. المونte كارلو هي صعبة شوية، بس هي عايزة تقسيمة. بتاخد مثلا ايه شتلة زي دي اهي بتاعت مونte كارلو، وتاخدها اقلب الجفت بالمنظر ده، تمام؟ في دي بالذات اقلب الجفت بالمنظر ده، هقول لك ليه. عشان هتنزل هنا، بص تعالى كده، بص هعمل ايه. هتغرز لتحت كده وتسيب. المونte كارلو الوحيده اللي تعمل معاها الحركه دي. تقلب تاني، يلا بينا تاني اهو. هنمسك كده وهنمسك بالعكس، احنا قبل كده كنا بنمسك كده عشان ننزل نغرز كده. دي هتعمل لها كده معكوف عشان تنزل بالمنظر ده، تزق لتحت وتسيب. بس مبروك كده عليك الايه الكاربت اهو. تعالى نزرع بقى دول وراها بالمره اهو. موضوع سهل وبسيط جدا. تعالى مثلا عند الأمورة دي، يلا بينا أو عود عادي جدا، وده ينطبق على جميع أنواع النباتات اللي هتيجي تزرعها، تمام؟ بتاخدها أهو على عدلة الجفت وتنزل بيها بالشكل ده، وتعملها برضو شغل اكس او. المارسيليا هتعملها نفس معاملة المونte كارلو، تمام؟ بالعكس، وتاخدها اهو وتنزل تغرز كده اهو، تمام؟ بس كده انت كده معاك كل العلم اللي تتسلح بيه في موضوع زراعة الكربت. تعالى بقى نقفل الموضوع عشان خاطر طالما دخلنا في الزراعة نكمل بقى ايه موضوع القص بتاع النباتات. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بص بقى اعلمك ازاي تعرف تقص وتزرع النباتات. مثلا ما انا عود زي الروتالا رودنتيفوليا زي ده طويل، تمام؟ ومبرعم. هو المفروض ان طالما مبرعم يبقى ما يتقصش، نستنى عليه شويه وناخد الطويل منه. بس احنا مثلا هنعمل ايه كده، قصينا الحته زي دي، تمام؟ قصيت خلاص. انت بتسيب النبات يطول لحد ما يوصل وش الميه وتبتدي تقصه. ما تسيبوش يطول اكتر من كده، عشان لو فضل ماسك وش الميه كتير ممكن يمسك في التحول. تعالى بقى اوريك ازاي تزرع بالجفت ومن غير جفت. النبات اللي احنا عايزين نزرعه عندك طريقتين، يا تزرع بايدك يا تزرع بالجفت. بالجفت زي ما احنا متعودين هنمسكه كده ونخش في اي مكان، مثلا هنا، تمام؟ وتزرعه نص لفه وتطلع خلاص. طيب معكش جفت وعايز تزرع زرعك، نعمل ايه؟ هتعمل صباعك جفت كده اهو، ده النبات. هتجيب السبابه والوسطى كده، تمام؟ وتنزل اهو تزق كده، غرست، حط عليها الرمله خلاص مسك بقى بالمنظر ده. كده انا اديتك كل العلم اللي انت محتاجه.